كتابه بذل القوة في حوادث سني النبوة. شوف هذا العنوان، بذل القوة في حوادث سني النبوة، لأنه سيتكلم من بعثته صلى الله عليه وسلم فما بعد. من تأليف العلامة المحدث الفقيه الحنفي المعروف المشهور صاحب المؤلفات التي فاقت 50 مؤلفا، العلامة محمد هاشم بن عبد الغفور السندي التتئي أو التتوي، يقال الحنفي، المتوفى عام 1174 للهجرة رحمه الله. طبعا أخونا الحبيب الذي قام بتحقيق الكتاب وأشرف عليه وصحح وضبطه وعلق عليه وحققه على 3 نسخ خطية، منها نسخة كتبت قبل وفاة المؤلف بسنة وهي من أنفس النسخ الخطية، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي البركات حق النبي السندي الأزهري وفقه الله، وهي رسالة علمية بالنسبة له، قدم بمقدمة رائعة قرابة 200 صفحة، هي قسم الدراسة بالنسبة له. هذه المقدمة ذكر فيها ترجمة موعبة للعلامة محمد هاشم السندي رحمة الله عليه، وفيها بيان آثار علماء السند في تلك البلاد والنواحي العلمية وما كان يدار عندهم من المؤلفات والحلقات ونحو ذلك، والحركة الفكرية اللي كانت في العصر المؤلف هذا، ومن كان من معاصريه، وذكر عدد من معاصريه طبعا، وأوعب الكلام عن مشايخه وتلاميذه. لكن لما جاء من مؤلفاته أعجبني جدا، قسمها 3 أقسام: ما ألفه بالعربية، وما ألفه بالفارسية، وما ألفه بالسندية، لأنه كان يدخل كل اللغات ال3. ما ألفه بالعربية جعله قسمين: ما ثبتت نسبته له وما لم تثبت نسبته له. ثم هو بعد ذلك يفيد إفادات فيما هو منه إفادة عن الكتاب إذا كان مخطوط مطبوع أين مكانه ونحو ذلك، ويذكر لك نبذة عنه ويفيدك إفادة حول كل كتاب منها. وبعد ذلك ذكر ما هو بالفارسية ثم ما ذكر هو السندية، لكنه جعل فصلا آخر فيه ما ألفه علماء السند في السيرة النبوية، وأراد به أن يبرز جهود أولئك العلماء في كتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر حوالي 60 مصنفا في الباب من ما ألفه علماء السند. طبعا علماء السند كانت معروفة قديما بعلماء السند، وقديما كانوا يسموها السند وبعضهم يسميها الهند، وكانوا يخلطون، أو مع صح كانوا أحيانا لا يرون فرقا متقدمين بين السند والهند ونحو ذلك. لكن بعض الجغرافيين يقول هي على تخوم الهند لما يعرفونها جغرافيا، وإن كانت اليوم هي جزء من باكستان، هي اليوم كسياسيا جزء من باكستان. 60 كتابا تتبع فيها حتى المخطوط ويأتي بإفادات عنها وفقه الله، وهذا من الإفادات الرائعة اللي تعتبر في الكتاب في قسم الدراسة، ودرس الكتاب ومنهج المؤلف ومصادره ونحو ذلك والكلام عنه. الكتاب قلنا من الدراسة والتحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي البركات حق النبي السندي الأزهري وفقه الله، وهو رسالته العلمية التي تقدم بالأزهر، ومن إصدارات دار الفتح للنشر والتوزيع بالأردن. طبعا أنت لاحظ حسان في الأخير أخونا وفقه الله خدم الكتاب بالفهارس العلمية التي تليق به، ومثل هذا الكتاب يحتاج إلى ذلك لغزارة العالم السندي محمد هاشم رحمة الله عليه. هذا